دقيقة باقي على صلاة العيد 15 دقيقة. اللي جاي صلاة العيد يجيب مصلية معاه، اللي جاي صلاة العيد يجيب سجادة معاه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عندما ننظر إلى حال الأمة نحزن وتنفطر الدموع من قلوبنا قبل أعيننا، لأن الأمة تجتمع وللأسف في هذه الأيام على تفاهات. انظروا إلى المباريات، انظروا إلى الشاشات وعدد المشاهدات، انظروا إلى كل وسائل التواصل الاجتماعي، وانظروا إلى التفاعل معها، وانظروا إلى إخواننا في غزة في نفس الوقت. هؤلاء مشهدهم يقول لنا إن هذه أمتكم أمة واحدة. مشهد أهل غزة والسودان يقول لنا إن هذه أمتكم أمة واحدة. مشهد الحج ينذرنا بذلك وينبهنا لذلك، ويقول إن الأمة كما اتحدت في ندائها للصلاة عندما يقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، فيسمعه كل أهل الأرض. عندما يقول الناس إن شهر رمضان غد، يسمعه الناس في كل ربوع الأرض. عندما ينادي رب العزة جل وعلا حي على فريضة الحج، يأتيه الناس من شتى بقاع الأرض. عندما ينظر نبينا صلى الله عليه وسلم في نفس اليوم وفي نفس المشهد يقف أمام الكعبة وأمام القبلة ويعظم ما نعظم ويفعل كما نفعل، ويقف أمام الكعبة وينتظر دمعه ويقول والله إنك لعظيمة. يقول للكعبة والله إنك لعظيمة، ولكن حرمة دم المسلم عند الله أعظم منك. يناديها نبينا صلى الله عليه وسلم ويعظم حرمة دماء المسلمين على الكعبة، ويقول إنها عظيمة، ولكن دماء المسلمين التي ترق أعظم، وحرمة دمائهم وأعراضهم أعظم من هذه الشعيرة. نبيكم صلى الله عليه وسلم الذي وقف في عرفات في خطبة عرفات في نفس هذا المشهد ويقول بأعلى صوته أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ينادي نبينا صلى الله عليه وسلم، ينادي أهل الإيمان، ينادي أهل القلوب، ويقول لهم أفيقوا أيها الأمة. يقول لهم إن وحدة الأمة ووسائلها كثيرة، أمور كثيرة تستطيع أن تجعل الأمة على قلب رجل واحد، أمور كثيرة تستطيع أن توحد شتات هذه الأمة وأن تجعلها كما قال القرآن واعتصموا بحبل الله جميعا
ولا تفرقوا ولا تفرقوا. عندنا قرآن ربنا جل وعلا يقرأه المصري ويقرأه المسلم الأمريكي ويقرأه كل مسلم على وجه هذه البرية، يقرؤون نفس الآيات ويقرؤون نفس السور ويتأثرون. هذا المشهد الذي نحكي عنه أيها الأحبة الكرام ما هو إلا تنبيه. مشهد الحج ومشهد عرفات في وحدته عندما يلبي المسلمون نداء الله من شتى ربوع الأرض، يلبون نداء ربهم ويقولون لبيك اللهم لبيك. هذه التلبية وهذه الإجابة نريدها أن تستمر في هذه الأمة، نريدها أن تتأثر بأي ضرر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم مثل المؤمنين، لم يقل مثل السعودي أو مثل المصري أو مثل الأمريكي، وإنما قال كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله في أي مكان كان وفي أي بقعة من الأرض كان. الله عز النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهؤلاء كلهم للأمة كلها: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، كمثل الجسد الواحد، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إذا اشتكى منه عضو وكأن الأمة كلها اشتكت من أجل اشتكاء عضو واحد، وكأن الأمة كلها تأثرت لتأثير رجل واحد. نعم، هي آيات نقرأها في قرآننا، نقرأها في صلواتنا، وإن هذه أمتكم أمة واحدة. هذه الآية دعا إليها قرآننا ودعت إليها صلواتنا ودعا إليها صيامنا ودعت إليها صلواتنا ودعت إليها زكاتنا ودعا إليها مشهد حجنا ليذكرونا. كل هذه الشعائر تذكرنا بهذا الأمر. إن هذه أمتكم أمة واحدة. أعداء الإسلام أيها الأحبة الكرام فهموا ديننا أكثر منا، فهموا أهدافنا أكثر من فهمنا نحن لديننا. هذا أحدهم يقول: لن نستطيع القضاء على الإسلام إلا بالقضاء على يوم الجمعة وعلى القرآن الكريم وعلى يوم عرفة، لا لقيمة هؤلاء ولكن لتأثير هؤلاء في قلوب المسلمين، لأن القرآن يحرص على وحدة الأمة، ولأن يوم الجمعة يحرص على وحدة الأمة، ولأن يوم عرفة يحرص على وحدة الأمة. وربكم جل وعلا يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. لا منجى لنا ولا نصرة لنا ولا تمكين لنا، لا تمكين لهذه الأمة إلا إذا فعلت كما يفعل المسلمون في مشهد الحج. لا نصرة ولا تمكين لهذه الأمة إلا إذا قالوا لكل صغيرة وكبيرة: لبيك ربنا لبيك ربنا، يسمعها القريب والبعيد. الله عز وجل عندما أمر إبراهيم عليه السلام قال: من يسمع صوتي؟ قال: يا إبراهيم عليك النداء
لنا عدوا، هذا يؤثر على وحدتنا ألا وهو الشيطان. كل ذلك يقول أن لا تيأسوا عندما سعت السيدة هاجر بين الصفا والمروة أطوافا وأطواف وتأتي وتروح. هذه رسالة من مشهد الحج لهذه الأمة ليقول لنا لا بد من السعي ولا بد من الأخذ بالأسباب ولا بد من الثقة في تمكين الله ونصره، ولكن لا بد أن يبدأ المسلم أولا لهذه الآية أن يجعلها نصب عينيه دائما: إن هذه أمتكم أمة واحدة. وجاء مشهد الحج ليوصل لنا هذه الرسالة: عليكم بكتاب الله فهو يجمع شتات هذه الأمة، عليكم بالمحافظة على الصلوات فإنها تجمع شتات هذه الأمة، عليكم بالصوم فإنه يجمع شتات هذه الأمة، عليكم بالفقراء والتصدق عليهم فإنهم يجمعون شتات هذه الأمة، عليكم بالنظر في مشهد الحج وما فيه فإنه يجمع شتات هذه الأمة. إذا حققنا ذلك حققنا الوحدة وحققنا التمكين وحققنا النصرة التي وعد الله عز وجل بها. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم بشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا. حققوا العبودية تصلوا إلى الغاية وإلى الهدف الذي أمامكم. نسأل الله العلي العظيم أن يجمع شتات هذه الأمة. اللهم اجمع شتات هذه الأمة، اللهم اجمع شتات هذه الأمة، اللهم وحد كلمة هذه الأمة، اللهم وحد كلمة هذه الأمة. اللهم اجمعنا على كتابه وسنة رسوله، اللهم اجمعنا على كتابه وسنة رسوله، واجعلنا من أهل الله وخاصته، واجعلنا من أهل القرآن وخاصته. يا رب اجعل القرآن قائدنا ودستورنا ومعلمنا. اللهم اجعل قبلتنا واحدة، اللهم اجعل كتابنا واحدة، اللهم اجعل إيماننا في أعلى المنازل. اللهم حقق لنا الغاية وحقق لنا النصر وحقق لهذه الأمة التمكين. اللهم مكن لعبادك الصالحين. اللهم رحماك بأهل غزة والسودان، اللهم رحماك بأهل غزة والسودان، رحماك بالمستضعفين في كل مكان، رحماك بالمستضعفين في كل مكان. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم ومن عاونهم ومن فتح لهم ديار المسلمين يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، ردنا إلى دينك رد الكرام عليك. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اجعلنا من العاملين بكتابك وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. احرصوا في هذا اليوم على صلة الأرحام، واحرصوا في هذه الأيام على ذكر الله عز وجل كثيرا، فذكر الله لم ينتهي في العشر. ربنا جل وعلا: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. ثم يقول لنا في أيام التشريق: واذكروا الله في أيام معدودات. احرصوا على ذكر الله، احرصوا على صلة الأرحام. انزعوا ما في صدوركم من غل ومن حقد ومن حسد. لا بد أن تبتسم القلوب قبل أن تبتسم الشفاه، لا بد أن تتصافح القلوب أولا قبل أن تتصافح الشفاه. جنة الله غالية وجنة الله عزيزة، وجنة الله من يصلها يصل إلى الأمان. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. كل عام وحضراتكم بخير. أعاد الله عز وجل علينا وعليكم الأعياد أعواما وأعواما، وبشر الله بنصرة المسلمين في كل مكان، وجزاكم الله خيرا. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.